اوه جامد. بقالنا كتير ما عملناش حلقه تطبيقات، رجعت لكم بحلقه تطبيقات جامده جدا هتروق على موبايلك، تغير شكله وتدلعه وتعمل شويه حاجات جامده فيه. ده غير كمان ان انا جايب لك تطبيقات تانية مش للموبايل، ليك انت بقى خلي شكل صورك احلى. هنستخدم بقى الذكاء الاصطناعي، ولو كمان صورت صوره وما كانتش حلوه هتلاقي هوب زي الصوره اللي انت شايفها قدامك ده. لا مش سحر ولا شعوذه. هنشوف كمان شويه كل التطبيقات بتاعت النهارده، فزي ما انت متعود لايك الجميل، ما تنسوش دعواتكم لاخواتنا بالفرج القريب. ويلا بينا نبدا حلقه جديده من 5 تك. قبل ما نبدا بس الفيديو انا حابب اعرفك على برنامج جامد قوي. شايف الموبايلين دول؟ واحد فيهم اقدر اعرف من عليه الموبايل التاني بيعمل ايه دلوقتي، يعني فاتح ابلكيشن ايه او بيلعب ايه. كمان اقدر اسمع الاصوات اللي حواليه دلوقتي حالا، وكمان اعرف اللوكيشن بتاعه. وده اللي لازم تعمله مع ابنك او بنتك او اخواتك الصغيرين لو بتسيبهم على الموبايل او الكمبيوتر او الايباد او التابلت، علشان تبقى مطمن عليهم وان مفيش حاجه غلط ظهرت قدامهم وهم بيلعبوا او بيتفرجوا على حاجه على اي جهاز. وده اللي بيوفره لك ابلكيشن فامي سيف من وندر شير، ابلكيشن المراقبه الابويه اللي بيدي لك مميزات كتير تقدر تعملها في موبايل او تابلت او كمبيوتر اولادك، زي كمان انك تحدد لهم وقت معين للاستخدام وبعد كده الجهاز يقفل، الطفل ما يقدرش يتحكم فيه. ولسه طبعا ضايفين اكتر من ميزه جديده اللي زي اللي قلتها لك في الاول، السكرين فيور اللي تقدر تخليك تعرف لايف طفلك فاتح ايه على موبايلك من خلال انه بياخد سكرين شوت للحاجه اللي طفلك فاتحها على موبايله فورا. تقدر تظبط كمان ان كل 5 او 10 دقائق ياخد سكرين شوت اوتوماتيك علشان تعرف هو بيعمل ايه، وبتقدر تشوف الكلام ده على موبايلك. والميزه الثانيه هي وان واي اوديو اللي بتخليك تسمع الاصوات اللي حوالين ابنك لو سايبه في الحضانه او المدرسه او النادي، طبعا مع ميزات تانية كتير كانت موجوده في الابلكيشن زي التتبع، التحكم في التطبيقات اللي يقدر يفتحها، وكمان تقدر تحدد له وقت محدد يقدر يستخدم فيه الموبايل بعد كده يتقفل بشكل تلقائي. من الاخر بيدي لك تحكم كامل في موبايل طفلك وتحمي طفلك. هسيب لك لينك التطبيق في صندوق الوصف تحت، جرب الابلكيشن وقول لي رايك فيه. ويلا نرجع للفيديو بتاعنا. اول ابلكيشن معانا اسمه فوتوليب. الابلكيشن ده بتقدر تعدل بيه صورك وبيديك افكار كتير من خلال الذكاء الاصطناعي، زي انك تخلي صورك متحركه او تغير الخلفيه تماما لخلفيه تانية بطريقه احترافيه، او تغير حتى لبسك في الصوره، او تكبر حجم الصوره، تغير شخصيتك لشخصيه كرتونيه، وحاجات تانية كتير تقدر تعملها في الابلكيشن ده بدوسه واحده. تاني ابلكيشن اسمه سناب ايديت. طبعا انت متابعني اكيد وبتشوف بقى ان انا بتكلم عن الذكاء الاصطناعي اللي بقى موجود في الموبايلات الغاليه الفلاج شيب، وبقى شبه موجود كده في الفئه المتوسطه العليا. فلو انت معكش حاجه من الحاجات دي وعايز تجرب الذكاء الاصطناعي والحاجات الجامده بتاعته، فالبرنامج ده بيقدر يوفر لك شويه حاجات حلوه، زي مثلا ان هو بيصلح لك الصور القديمه. ومش بس كده، حاجات تانية كتير متجمعه من خلال الابلكيشن ده، زي انك مثلا تشيل حاجه انت مش عاوزها من الصوره، تشيل الخلفيه خالص او تحسن جودتها، وحاجات تانية كتير برضو هتلاقيها في الابلكيشن ده. تالت ابلكيشن معانا اسمه ريتيك، وده ابلكيشن سحري جامد جدا. عارف انت لما تبقى خارج مع واحد صاحبك ما بيعرفش يصور تماما وصورك صور كتير قوي واتفاجئت ان مفيش ولا صوره فيهم تنفع، والصوره الوحيده العدله انت مغمض فيها، فقاعد حزين وزعلان. يا باشا ما تزعلش، لان الابلكيشن ده هيخلي عينك تفتح تاني وهيخلي شكلك حلو في الصوره عادي جدا، وده عن طريق الذكاء الاصطناعي. تقدر تدي للابلكيشن ده اكتر من صوره طبيعيه لوشك، من 10 ل 15 صوره، وهو بيقدر يحللهم ويتعرف على التفاصيل وشكل وشك بكل دقه عشان يدي لك اكتر من اقتراح لشكل الصوره البايظه بتاعتك، وهتلاقي اكيد شكل مظبوط عينك مش مغمضه فيه وشكلك جامد ومفيش اي مشكله. اعتقد الابلكيشن ده شويه هيبقى بفلوس، فالحق احمله دلوقتي. رابع ابلكيشن اسمه ال دي، وده بلمسات بسيطه بيغير لوك الصوره بتاعتك، وده من خلال فلاتر كتير ابلكيشن بيديها لك، تقدر منها تغير صورك 180 درجه، يدي لك لوك مختلف وشيك. تقدر بقى تنزلها على الانستجرام وتبهر المتابعين بتوعك. انت عندك كام فولور على الانستجرام يا باشا؟ تابعني على الانستجرام. كمان تقدر تعمل ديزاينز وايديت لصورك وتضيف تكست بستايلات رايقه علشان الستوريز وكده. كل ده بلمسات بسيطه، مفيش تعقيد بقى برامج الايديت الصعبه اللي انت عارفها. فلو بتحب تنجز في ايديت صورك حمل التطبيق ده. خامس تطبيق اسمه ان ستوريز، وبمناسبه الستوريز فلو انت من الناس اللي بتحب تنزل ستوريز كتير، البرنامج ده هيدي لك تمبلتس كتير شكلها حلو للستوريز بتاعتك.
مش بس الستوريز، ده كمان في تمبلتس او اشكال حلوه للريلز، تغير بس الصور اللي جوه التمبلت وتعمل حتى التعديلات اللي انت عاوزها بكل سهوله، وهيبقى معاك ستوري جامده جدا تقدر تشيرها وتبهر المتابعين بتوعك. سادس ابلكيشن اسمه كامو، وده بقى مش ابلكيشن تعديل صور، ده ابلكيشن يخليك تستخدم كاميرا موبايلك في الميتنج على اللابتوب بتاعك. كلنا عارفين ان الويب كامز تقريبا جودتها ما بتبقاش افضل حاجه في معظم اللابات الاقتصاديه والمتوسطه، وفي ناس بتروح تشتري ويب كام. ليه يا باشا؟ استخدم كاميرا موبايلك. كل اللي بتعمله انت بتنزل الابلكيشن ده على موبايلك وتنزله على الكمبيوتر وتعمل سكان لكيو ار كود، في ثانيه موبايلك بقى ويب كام كواليتي عاليه، وهتوفر على نفسك فلوس انك تشتري ويب كام. سابع ابلكيشن اسمه ستوب سكرول، وده ابلكيشن سحري علشان يحل لك مشكله ان انت بتدخل تتفرج على ريل واحد تلاقي نفسك قاعد ساعه ولا ساعتين تتفرج على ريلز او شورتس. كل اللي هتعمله انك تظبط تايمر للابلكيشنز بتاعت الشورتس والريلز والحاجات دي، وبعد الوقت ده لما يخلص هتلاقي الابلكيشن اجباري بيقفل لك التطبيق اللي انت بتتفرج عليه على الريل او الشورت، وبعد كده كمان هيعرض لك ويقول لك والله انت قعدت وقت قد كده بتتفرج على يوتيوب شورتس، وقت قد كده بتتفرج على تيك توك، وقت قد كده بتتفرج على الانستجرام ريلز، ودي حاجه كويسه. بس هل هتقدر تتحمل التطبيق ده ان هو يتحكم في ان هو يقفل لك الريلز؟ والراجل اللي اصلا حاطط لنا الابلكيشن ده في الفيديو بتاع النهارده مسحه من عنده، ما قدرش يستحمله. بس هو بصراحه هيبقى ابلكيشن حلو جدا لو فعلا عاوز تتخلص من المرض بتاع ان انت بتتسحل جوه الريلز والشورتس. طيب خلصنا بقى تعديل الصور واستخدامات الكاميرا، خلينا بقى نروق على موبايلك وشكله واسهل لك استخدامك للموبايل. اول ابلكيشن اسمه كلاب تو فايند فون. بص يا باشا، لو انت موبايلك ضاع، مش ضاع اللي هو اتسرق لا قدر الله، يعني ضاع في البيت مثلا، عامله سايلنت او مفيش حد يرن لك عليه ومعكش ساعه سمارت، تعمل ايه؟ اوه جامد. خلاص شكرا يا شباب. فزي ما شفنا كده سقفه هتخلي موبايلك يا عم والله خلاص بقى، هتلاقي موبايلك بيناديلك، هيعمل لك بقى اصوات غريبه جدا ومريبه جدا، ممكن تختارها صوت بندقيه، طفل، كلب، قطه، سرينه، اسعاف، حاجات كتير جامده. ده غير ان الموبايل كمان هيعمل فايبريشن والفلاش هينور، فاكيد هتلاقيه مهما كان هو فين. طبعا واحد هيجي يقول لي يا عم انا هبقى في ميتنج وواحد بالغلط سقف، الموبايل هيفضحني، ولا ابقى في محاضره ولا اي حاجه، الموضوع هيبقى صعب. احب اقول لك ان انت ممكن تستثني اوقات معينه الابلكيشن ده ما يشتغلش فيها، وكمان ممكن تقلل حساسيه السقفه بتاعتك عشان مش اي سقفه الابلكيشن يشتغل ويعملها. ده غير طبعا الابلكيشن وانت فاتح موبايلك عادي وشغال عليه، لو اي حد سقف ما هو في ايدك اصلا فمش هيشتغل. تاني ابلكيشن اسمه نت جارد، ولو انت بتعاني من الاعلانات الكتير اللي بتظهر في الالعاب الاوفلاين اللي بتلعبها لمجرد ان انت فاتح النت وبتكسل تقفل النت، او مش عاوز تقفله عشان مستني مثلا رسائل مهمه وكده، مش عايز تنعزل عن العالم الخارجي، وسوفت وير موبايلك ما فيهوش ميزه انك تقفل النت على بعض التطبيقات، الابلكيشن ده سهل جدا هيخليك تقدر ان انت تقفل النت عن بعض التطبيقات والالعاب، بحيث لما تيجي تفتحهم مفيش نت ومفيش اعلانات هتظهر. كل اللي تعمله انت بتفتح الابلكيشن وتديله طبعا كل الاذونات اللي هو عاوزها، بعد كده هتلاقي لسته بالتطبيقات والالعاب كلها اللي موجوده على الموبايل، وقدامك واي فاي وداتا، تقفل بقى الواي فاي وتقفل الداتا على اي تطبيق انت عاوزه. والابلكيشن ده برضه هيبقى مفيد لو انت عاوز تستخدم ابلكيشن معين من خلال الواي فاي مش عايزه يسحب من الداتا، فممكن تقفل له اصلا اي اكسس على الموبايل داتا عشان الباقه بتاعتك ما تخلصش. تالت ابلكيشن اسمه ترو ايدج، لو عاوز الحواف بتاعت الشاشه بتاعتك تنور وتعمل بقى الحاجات اللي انت شايفها قدامك دي، الابلكيشن ده ليك، لان انت هتختار منه اشكال كتير تخلي شاشه موبايلك او حواف يعني موبايلك وهو مقفول ينور بيها لما يجيلك نوتيفيكيشن او اشعار. كمان يظهر لك ايقونه الابلكيشن اللي جاي لك منه الاشعار كاولويز اون ديسبلاي على الشاشه زي الواتساب مثلا. كمان تقدر تتحكم في الالوان اللي بتظهر في بعض الاشكال، وسمك حواف الموبايل اللي بتنور لما يجيلك الاشعارات، وتظبط الحواف علشان تبقى ماشيه مع حواف الشاشه بتاعت موبايلك بالظبط. والميزه الاحلى انه ببلاش، بس في شويه اشكال بفلوس، بس مجرد ان انت تتفرج على اعلان كده فيديو هيظهر لك على طول الشكل ده وتقدر ان انت تستخدمه، يعني يعتبر كل الاشكال ببلاش. رابع ابلكيشن اسمه دي نوتش، وده ابلكيشن هيدي لك الشكل بتاع الدايناميك ايلاند بتاع الايفون بالظبط، وتقدر تظبط مكان الدايناميك ايلاند دي على حسب مكان الثقب بتاع السيلفي او النوتش بتاع السيلفي في موبايلك بالظبط، وكمان تتحكم في حجمها طولها وعرضها. تقدر بقى منها تتحكم في الميوزك، تقلب وتوقف وتشغل، ترد على الرسائل اللي بتجيلك من تطبيقات
تطبيقات الرسائل، ترد على المكالمات او تكنسل، يظهر شحن البطاريه لما تحطه على الشاحن. بص هتاخد دايناميك ايلاند تفاعليه زي بتاعه الايفون تقريبا. كمان تقدر تختار شكل النوتش دي تفضل ظاهره على طول ولا شويه وتختفي، وتختار كمان اللون اللي بتنور بيه علشان تناسب السيم او الباك جراوند اللي انت مظبطه على موبايلك، وتتحكم كمان في ايه الابلكيشنز اللي عاوز يجيلك منها اشعارات على الدايناميك ايلاند دي. دلع الدلع، ابلكيشن جامد هيروق شكل موبايلك ويخليه جامد. خامس ابلكيشن معانا اسمه بلاي باك. لو انت مش مشترك في يوتيوب بريميوم وبتحب تسمع بودكاست او حاجات طويله، او انت سايق مثلا ومحتاج تقفل شاشه موبايلك، او عاوز تعمل حاجه تانية على الموبايل، عاوز يبقى اليوتيوب على جنب كده وتروح تشوف تطبيق تاني، فده ابلكيشن جامد من خلاله تقدر تفتح اليوتيوب بتاعك، تقدر تشغل اللي انت عاوزه وتقفل الشاشه او تخرج منه وهيفضل شغال. الكلام ده تقدر تعمله على اي حاجه من خلال الابلكيشن ده، سواء يوتيوب بقى، فيسبوك، او اي حاجه. سادس ابلكيشن معانا اسمه امبير فلو، وده ابلكيشن هيخليك تقدر تعرف الفولت والامبير اللي موبايلك واخدهم دلوقتي وانت بتشحن من الشاحن، وده هيفيدك اكيد لو انت بتشحن بشاحن مش الشاحن بتاع موبايلك، شاحن واحد صاحبك مثلا، فتقدر تعرف الشحن الفعلي اللي داخل للموبايل قد ايه وموبايلك هيشحن في وقت قد ايه. ده غير كمان ان هو بيعمل لك شكل حلو على الاولويز اون ديسبلاي كده وهو بيشحن، وممكن تتحكم حتى في الشكل ده كساعه وكعداد كده ظاهر للشحن بتاع موبايلك. والابلكيشن كمان في حاجات تانية لطيفه زي ان انت مثلا بتشوف صحه البطاريه وحاجات تانية كتير. سابع ابلكيشن معانا اسمه ساوند تاب، وده هيخليك تقدر تتحكم في الازرار بتاعه تعليق وتوطية الصوت في موبايلك وتخليها تعمل وظائف تانية، زي ان هي مثلا تقلب في الفيديوهات مثلا او الميوزك، تقلب لقدام تقلب لورا، او تشغل وتوقف اللي شغال. يعني لو دوست مثلا على اللي بيعلي دوسه طويله تقلب لقدام، دوست على اللي بيوطي دوسه طويله ترجع لورا، او دوست مرتين ورا بعض توقف وتشغل بقى. وتقدر تضيف حركات تانية كتير، او حتى تغير الاوامر. يعني ممكن مثلا تخليه بدل ما يغير الحاجه اللي شغاله يقدم شويه لقدام او لورا. وبس كده انا خلصت الفيديو بتاع النهارده. احب اشكرك جدا لو انت وصلت لاخر الفيديو. اكيد تتاكد ان انت عملت اللايك الجميل عملت في الاول، اكتب لي كومنت وتقول لي هتحمل كام تطبيق من حلقه النهارده. اتاكد ان انت عامل لنا سبسكرايب لو بتشوفنا اول مره على اليوتيوب، وفعل زر الجرس علشان تشوف فيديوهاتنا الجديده اول باول. كان معاكم احمد سعيد، سلام.